السلام عليكم يا أصدقاء الخضر وعشاق المنتخب الجزائري في كل مكان. مرحبا بكم مجددا في قناتنا، المرجع الأول لكل ما يخص المحاربين. كأس العالم 2026 على بعد أسابيع قليلة فقط، والمنتخب الجزائري يضع اللمسات الأخيرة على تحضيراته. اليوم نكشف لكم من سيواجه الخضر في آخر ودية قبل المونديال، ولماذا أصبحت التأشيرة الأمريكية عقبة في طريق الفيدرالية، وكم لاعبا سيكون في القائمة الأولى. كل هذا وأكثر ابقوا معنا. لنبدأ بأول المحطات، مدينة روتردام الهولندية. يوم 3 جوان المقبل سيواجه المنتخب الهولندي أحد أعرق منتخبات العالم. هذه المباراة ليست ودية عادية، إنها اختبار حقيقي لمستوى الفريق وتماسكه قبل السفر إلى الولايات المتحدة. المنتخب الهولندي قوة أوروبية معروفة بأسلوبها الهجومي، وهو ما سيجبر بيتكوفيتش على الكشف عن بعض خططه التكتيكية واختبار جاهزية لاعبيه تحت الضغط. بعد روتردام تبدأ الرحلة الكبرى نحو الولايات المتحدة، والهدف خوض مباراة ودية ثانية يوم 10 جوان في كانساس سيتي، نفس المدينة التي ستحتضن مباراة الجزائر والأرجنتين يوم 17 جوان. لكن وهنا تتعقد القصة، الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة ليس أمرا سهلا لعدد من المنتخبات في ظل القيود المفروضة على بعض الدول. هذا الأمر أربك المفاوضات وأجبر الاتحاد الجزائري على توسيع قائمة الخيارات. الاتحاد الجزائري لكرة القدم وسع قائمة المنتخبات المرشحة للودية الأمريكية لتشمل أسماء متعددة من مناطق مختلفة، من بينها هندوراس وبنما وكوستاريكا من أمريكا الوسطى، وجامايكا وهايتي، فضلا عن بيرو من أمريكا الجنوبية. غير أن الاسمين الأبرز في هذه المفاوضات هما فنزويلا وبوليفيا، اللذان تشير المعطيات إلى تقدم المحادثات معهما بشكل إيجابي. والطاقم الفني بقيادة بيتكوفيتش يميل بوضوح نحو منتخب جنوب أمريكي، وذلك تحضيرا لمواجهة الأرجنتين في دور المجموعات يوم 17 جوان. من الناحية الفنية، الجزائر سبق لها مواجهة بوليفيا في مارس 2024، أما فنزويلا فتظل وجها مجهولا تماما في تاريخ الخضر، وهو ما يجعل هذا الخيار الأكثر إثارة على الصعيدين الفني والجماهيري. وإلى جانب هذه التحضيرات الميدانية، يعمل الطاقم الفني بهدوء على ملف لا يقل أهمية، إعداد القائمة الموسعة التي ستضم بين 35 و 55 لاعبا في المرحلة الأولى. هذه القائمة الكبيرة هي آلية عمل احترافية تتيح للمدرب بيتكوفيتش مراقبة أكبر عدد ممكن من اللاعبين في المباريات الودية قبل اتخاذ القرار النهائي. ثم تقلص القائمة إلى 26 لاعبا فقط وفق لوائح الفيفا، وهو العدد الرسمي الذي سيعلن عنه مطلع جوان. إذن يا أصدقاء، الصورة باتت أوضح. الخضر سيخوضون ودية هولندا في روتردام يوم 3 جوان، ثم يطيرون إلى كانساس سيتي لمواجهة منتخب أمريكي لاتيني يوم 10 جوان، قبل الاختبار الأصعب في تاريخهم، الأرجنتين يوم 17 جوان في نفس المدينة. وأنتم، من تريدون أن يلاقي الخضر في الودية الأمريكية، فنزويلا أم بوليفيا؟ ومن تتوقع أن يكون المفاجأة في القائمة النهائية لبيتكوفيتش؟ اكتبوا في التعليقات أفضل تعليق سنعلق عليه في الفيديو القادم. إذا استمتعتم بالفيديو، لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، لأن أخبار الخضر عندنا قبل الجميع. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.